في الفيديو ديال اليوم غنشوفوا كاع التفاصيل الكتاب Think and Grow Rich، ومن بين كاع الكتب اللي كيهضروا على الفلوس نقدر نقول لك هذا هو احسن واحد فيهم. واليوم غندوزو على كاع الافكار اللي كيهضر عليهم، وغنساليو في الاخر بالطريقه اللي تتبعها باش تطبق القاعده ديال فكر تزداد ثراء. حيت انا عارف وانت عارف ولا انت عارفه بلي كاينين بزاف الناس اللي قراو هذا الكتاب وما تبدل لهم والو في حياتهم. داكشي علاش اليوم غنحاولوا نحلوا هذه المشكله، وغنشرح لك الكتاب بطريقه اللي غتخليك قادر تطبقه. اذا ركز معايا. كان يا مكان في قديم الزمان كان واحد الراجل سميتو ادوين باغي من كل قلبه انه يولي بارتنر، يعني شريك مع توماس اديسون. توماس اديسون هو داك خونا اللي اخترع البوله والضوء، ومن هذه الفكره اللي كانت مستحيله بالنسبه لواحد في حاله ولات في الاخر حقيقه. ملي بانت اول مره هاد الرغبه في عقله ما كانش عارف كي غيدير لها. اصلا كان ما عمره ما شاف حتى اديسون، ما كانوش عنده خطط وما كانش عارف كيفاش يرجعها حقيقه. ما كان عنده فلوس حتى باش يركب في التران، كل ما كان عنده هو واحد الرغبه قويه. الاغلبيه كيستسلم في هاد النقطه وكيمسح هاد الرغبه من عقله، ولكن ادوين جمع فلوس وشد التران وهبط حتى للمدينه اللي عايش فيها توماس، ومشى ودق الباب. خرج عنده اديسون وقال له بكل ثقه: هاي بغيت نولي شريك تجاري معاك. ملي عاود اديسون هاد القصه قال بلي جا عندي وقف قدامي في حشي متشرد، حوايج قدام مقطعين وباينه عليه شي واحد اللي ما فحالتوش، ولكن وجهه كانت فيه شي حاجه في شكل وجهه كان كيبان بلي راه عنده واحد الرغبه لداق فيه. ومن خلال السنين ديال الخبره ديالي عارف مزيان بلي ملي شي واحد كيبغي شي حاجه من كل قلبه، ملي شي واحد كيضحي بكل شيء على ود الحلم ديالو، فكيكون متاكد بلي راه غيربح. قررت انني نعطيه فرصه اللي طلبها، حيت عارفوا بلي غرس في عقله هذه الفكره وغيبقى مقاتل حتى يحققها. طبعا ماشي على الدخله اعطاه داك المنصب. في الاول ادوين كان غير خدام عنده، ولكن مع مرور السنين بين القدرات ديالو، وفي الاخر ولا هو الشريك ديال اديسون وواحد خونا اللي لاباس عليه. بعباره اخرى، الافكار ديالك يقدروا يوليو واقع الا قدرتي تعرف كيفاش تخدم الافكار ديالك. الا عرفتي كيفاش تفكر فغادي توصل لداكشي اللي باغي. ومن هنا كيجينا المبدأ الأول: الرغبة هي البداية لكل إنجاز. إلا سولتي أي واحد شنو بغيتي تكون غالبا ما غيعرفش، وإلا بززت عليه يجاوب غادي يقول لك الفلوس، الشهرة إلى آخره. هادو ماشي رغبات، الكون ما كيتجاوبش لفحال هاد الرغبات العادية. خاصك رغبة قوية، وكما سماها الكاتب A burning desire، رغبة مشتعلة. شحال هادي كان واحد القائد مشى لواحد الحرب، وكان الجيش ديال العدو قوي وكتر من ديالو. من بعد ما وصلوا للأرض ديال العدو، القائد كان عارف مزيان بلي أقوى عدو هو الخوف. داكشي علاش حيد السبيل الوحيد ديال التراجع. أمر الجيش ديالو يحرقوا كاع الباطويات، وقال لهم: كتشوفوا داك الدخان اللي طالع من الباطويات، كيعني بلي ما غنقدروش نهربوا من هاد البلاصه وحنا عايشين، يا اما غادي نربحوا يا اما غادي نموتوا. وهكا في الاخر قدروا يربحوا واخا كان العدو قوي بزاف. باش تقدر تربح وتنجح في الحياة خاصك تكون واجد وتحيد كاع المصادر ديال التراجع والاستسلام. تما عاد غادي تكون عندك واحد الرغبة اللي قوية. ملي اروين مشى عند اديسون ما قالش غادي نحاول نقنعه باش يخدمني معاه في شي حاجة، قال غادي نمشي عنده ونقول له بلي راني جاي باش ندير معاك بيزنس. ما قالش غادي نمشي عنده ونخدم وندوز شي شهورة ونشوف شنو غادي يوقع وإلا عجبني البلان غنكمل، ولكن قال غادي نمشي نخدم عند اديسون وغندير اي حاجه غيقول لي نديرها وغنولي شريك ديالو. قال كاينه حاجه وحده بغيتها في هذه الحياه، هي نكون شريك مع الاديسون، وغنحيد اي طريق اخرى كاينه وغادي نوصل داكشي اللي باغي واخا يوقع اللي وقع. كولومبوس قبل ما يحط رجله على امريكا ويكتشفها ضحى بكل شيء وراهن بحياته على الوجود ديال واحد الارض جديده. ماركوني كان كيحلم باش يصايب شي حاجه فحال الراديو، واخا ما تق فيه حتى شي واحد، ما سمع لحتى واحد، وبقى عاصر عليها. وداكشي اللي دار في الاخر قدر يصنع الراديو. الرغبه هي نبته من الحياه، وحتى واحد ما غيقدر يوصل لشي حاجه حتى يامن بلي راه غيقدر ياخدها. وركز لي هادي، امن بلا ايمان الرغبه ما غاديش تكون قويه. ومن اجل بناء واحد الرغبه مشتعله غادي نعطيك 6 الخطوات غندوزو عليهم بالزربه، ولكن ما تخافش من بعد غنقول لك كيفاش تقدر تطبقهم وغتفهم مزيان. اولا المبلغ بالضبط اللي باغي، شحال باغي يكون في راس مالك. المبلغ ما خاصوش يكون غامض، دير واحد المبلغ فيكس
وملي توصل له طبعا تقدر تزيد فيه. ثانيا حدد داكشي اللي غديرو مقابل دوك الفلوس، داك المبلغ. ثالثا حدد بالضبط الوقت والتاريخ اللي غتوصل فيهم داك المبلغ. رابعا دير خطة باش تحقق الرغبة ديالك. خامسا شد ورقة وكتب فيها واحد الستيتمنت. هاد الستيتمنت هادي قلبت عليها في جوجل تراديكسيون لقيتها هي التصريح. ما عرفتش واش عارف شنو هي هاد التصريح، ولكن راه ما عرفش انا شي كلمه هكا اللي نقدر نقولها بالدارجه ولا بالعربيه اللي تشرح شنو هاد الستيتمنت. ولكن ستيتمنت هو فحال واحد القرار ولا شي حاجه بحال هكا. ما عرفتش شنو الجمله اللي نقدر نوصل لك بها الفكره، ولكن ملي غنعطيك المثال غتفهمني. الخطوه السادسه، بقى كل نهار تقرا داك ستيتمنت مره ملي تفيق ومره قبل ما تنعس، وملي تكون كتقرا خاصك تخيل راسك بلي راك صافي خديتي داك المبلغ. التمني بوحدو ما كافيش باش تحقق الحلم ديالك، ولكن الرغبه القويه اللي غتبقى تفكر فيها كل نهار حتى تولي هوس مع واحد الاصرار اللي ما عارف شنو هو الفشل، هادشي هو اللي كيدير الفلوس. اذا دابا غنشوفوا مثال لواحد الستيتمنت. غتهز ورقه وغتكتب فيها مثلا، وهادشي راه ماشي صعيب، بغيتك ملي تسالي هاد الفيديو نوضو ديرها، اش عندك ما تخسر كاع. المهم غتشد ورقه وغتكتب فيها مثلا في النهار الاول من يناير ديال 2023 غتكون تجمعات لي في البنكه 250 الف دولار، وفي المقابل ديال هذا المبلغ انا غندير لي في جهدي كامل ونعطي احسن الخدمات اللي عندي بصفتي المنشئ ديال شركه اكس اكس زد، شي حاجه بحال هكا. انا كنامن بلي راه غيكونوا عندي هاد الفلوس، والايمان ديالي قوي لدرجه انني قادر نشوف دابا هاد الفلوس قدام عيني، وانا دابا كنتسنى شي خطه وغنتبع هاد الخطه ملي غتبان. هذا كان مثال لواحد الستيتمنت، وكما شفتي ماشي ضروري تكون عندك خطه محدده وداك الشيء مضبوط. واخا ما تكونش عارف والو راه تقدر تكتب واحد ستيتمنت وتخلي القدر يديك ليه. ودابا الكاتب كيقول لك باللي غتخبع هاد الورقه وغتبقى كل نهار في الصباح ملي تفيق وقبل ما تنعس تقراها. وغير قبل ما نكملوا بغيت غير نقول لك هذوك اللي كيسمعوا فيا دابا وكيقولوا اش هاد تخربيق، باينه ما غيصدقش. خويا اختي خونا اللي كيقول لك هاد الهضره هو مليونير، وملي كتب هذا الكتاب اعتمد على دراسه ديال مئات المليونير اخرين، والاغلبيه ديال الناس اللي لاباس عليهم كيتفقوا معاه. دونك اش غتخسر لا سمعتي له حتى انت؟ اش غتخسر لا درتي داكشي اللي كيقول لك؟ راه ما هي والو. حاجه اخرى عاوتاني الا بغيتي تحقق هذه الرغبه القويه هي دير كما كيدير اللعاب ملي كيكون كيتخيل الماتش قبل ما يلعبوا. تقدر تصور راسك وانت كتحقق داك النجاح، تخيل راسك وانت كتخدم وانت ولا انت كتاخذ داك الرغبه اللي باغي. وعاد غنهضروا على هذيك اكثر من بعد في هذا الكتاب. واخر حاجه عندنا في القوه ديال الرغبه هي حاول تصالح مع الايجو ديالك، حيت شوف غتلاقى قدامك نجاحات واخفاقات، ولكن الا خليتي داك الجانب النيجاتيف منك هو اللي يسيطر عليك فغتبقى غير كتخسر ديما. داكشي علاش حاول تصالح مع داك الجانب المغرور ديالك، حاول تصالح مع داك خونا اللي ما كيعرفش شنو هي الخساره واللي كيركز غير على النجاحات ديالك. داك خونا اللي كيشوف راسو هو اللي واعر وكيفهم في كل شيء. عطيه شويه د الوقت وخليه مره وسطر على هاد مره وماشي ديما، خليها مره يبان. المبدأ رقم 2، الإيمان. الإيمان هو الكيمياء الرئيسي ديال العقل، وملي كيتجمع الإيمان مع التردد ديال الأفكار العقل الباطن كياخد دوك الأفكار وكيعطيهم للذكاء اللامتناهي ديالك. شوف أكبر شركات اللي كاينين في العالم ديالنا جوجل، فيسبوك، أمازون، كاملين بداو بفكرة في العقل واحد ولا جوج، وكاينين ثروات كتخلق كل نهار غير حداك واللي بدات غير من أفكار. وغير ملي كيكون عندك إيمان في الأفكار ديالك وبلي راك قادر تحقق الرغبات ديالك تما عاد غتقدر دير الفلوس. والإيمان ديالك تقدر تطورو عن طريق توكيدات وتصور للرغبة ديالك. الإيمان هو واحد من بين أقوى المشاعر اللي عندنا، ومن خلال هاد المشاعر كنقدروا نوصلوا للسبكونشس مايند، يعني العقل الباطن. وهاد الأفكار تقدر توصل وتترجم الواقع من خلال الذكاء اللامتناهي ديالنا. في الواقع الإيمان واحد الحالة ذهنية اللي تقدر ديرها عن طريق تكرار إشارات للعقل اللاواعي. حنا الناس كنوليو في الاخر داكشي اللي كنفكروا فيه، وملي التفكير الإيجابي كيسيطر على الأفكار ديالك مع واحد الرغبة قوية داكشي كيترجم الأفعال واللي كتخليك تحقق ديك الرغبة. ودابا نشوفوا في البارتي الجايه كيفاش تبني الإيمان، ولكن دابا خلينا نعرفوا بعدا القوة ديال الإيمان وعلاش خاصك تآمن. توماس إديسون قبل ما يصنع البولة فشل تقريبا 1000 مرة، ولكن داك الإيمان المطلق ديالو بلي راه قادر يصايبها هو اللي خلاه ما يستسلمش. هارني فورد قبل ما يصايب طوموبيل ديال فورد كان حتى واحد ما تايق فيه بلي راه غيقدر يصايب شي حاجة اللي غتبدل الأحصنة، ولكن هو بالإيمان المطلق ديالو
بالثقه ديالو بالقدره ديالو باللي راه قادر يحقق اي حاجه كما كانت. هادشي خلاه يكون قادر يصايب واحد الموتور اللي ما يحتاج شي قوه بدنيه واللي ما كيعيش. في نظرك هادشي كيفاش تصايب؟ الجواب هو بالايمان وبالثقه المطلقه. الا كنتي باغي بصح دير، الا كانت عندك شي رغبه قويه فجا الوقت باش تثيق في ديك الرغبه. وخليني نقول لك باللي راه ديك الرغبه اللي عندك واخا تبان لك مستحيله وما يمكنش تحقق، راه غتقدر تحققها بالايمان. اذا نسى عليك ديك الفكره ديال ما يمكنش، راه الايمان هو المفتاح. مثلا لو انت باغي دير شركه كتبيع صبابط، فراه الحاجه الوحيده اللي ناقصاك باش تحقق هاد الفكره راه هي الايمان. راه كتامن عاد كيجيب الله الفلوس، عاد كيجيب الله الخدمه والثمره ومن بعد النتائج، ماشي كيما كيديروا بزاف وهو كيتسناو النتيجه عاد باش يامنوا. راه كتامن باش النتيجه كتجي، راه كتجيب الحطب باش تشعل العافيه، ماشي كتشعل العافيه عاد كتمشي تجيب الحطب. ونكملوها باخر عباره: الايمان هو المغناطيس ديال الفلوس وهو المغناطيس ديال الاحلام ديالك، فامن بداكشي اللي باغي دير. المبدأ 3: الإيحاء الذاتي. وهذه هي الوسيلة باش تأثر على السبكونشس مايند. الإيحاء هو الوسيلة اللي كنتحكموا بها في العقل الباطن وكنأثروا عليه باش يخدم في الصالح ديالنا وماشي العكس. كيفاش كتشوف العالم وكيفاش كتشوف راسك، داكشي اللي كيتحكم في العقل اللاواعي ديالك. هو ما كيقدرش يفرق بين الأفكار البوزيتيف والأفكار النيجاتيف. إذا إلا كانت السلبية غالبة على الأفكار ديالك فالسبكونشس مايند غادي يعكس هادشي على حياتك. وحنا بغينا نحيدو هاد المشاعر والاحاسيس النيجاتيف ونبدلوها بالبوزيتيف، ونقدروا نديرو هادشي بالايحاء. وهاد البروسيس يعني هاد العمليه كدير عن طريق انك تبقى تعاود جمله ولا اقتراحات اللي كتكون مخلطه مع المشاعر مع العاطفه وتسطر على هاد العاطفه، حيت بلا احساس فراك فحال كتخوي الماء في الرمله. وها كيفاش غتقدر دير هادشي. اولا غترجع لديك الورقه ديال قبيله اللي باقي عاقل عليها، اللي كنا كتبنا فيها في النهار الاول من يناير 2023 غتكون جمعتي في البنكه 250 ألف دولار، وفي المقابل ديال هذا المبلغ انا غندير اللي في الجهد ديالي كامل ونعطي احسن الخدمات اللي عندي بصفتي المنشئ ديال شركه اكس اكار زد فحال شي حاجه بحال هكا. المهم الى اخره. مورا ما غتكتب هذه الورقه وغتبقى تقراها كل صباح وقبل ما تنعس، غتشد وغتلصق هذه الورقه في شي بلاصه اللي غتبقى تشوفها ديما. هو ماشي ضروري تكتبها في الورقه، بالنسبه لي انا نديرها في فون ديكرون ديال البيسي ولا ديال التليفون حسن. وشوف راه ضروري ما غادي تحس براسك غا كتخربق في الاول، غتحس براسك فحال الا كتضحك على راسك وغيجيك واحد النوع ديال الشك، ولكن ما تخليش هادشي يحبسك، بقى لاصق في الخطه. ومع المده الشك واي احساس اخر غيمشيو بالفضل ديال الايمان، ومع المده غادي يبداو يجيوك الافكار ديال كيفاش دير الفلوس، ومع المده بفضل التكرار غادي تبني واحد العاده ديال التفكير بهذه الطريقه واللي غيترجموا للعقل الباطن ديالك للفلوس. تقرا هاد الورقه مره واحده واحد الحاجه اللي سهله، ولكن اللي صعيب هو تبقى كل نهار تقراها وما تفارقش معاها حتى تخليك في دماغك وتولي عاده يوميه ديالك. وتفكر راه ما يمكنش تقراها مره واحده وتشوف نتائج، عقلك يحتاج الوقت باش تلصق شي فكره جديده فيه. وغنساليو هاد الفقره بالقصه ديال جيم كاري واحد الممثل مشهور وهو اللي دار داك الدور ديال ذا ماسك. في واحد الانترفيو ديالو كان كيعاودو كيقول شحال هادي وفي البدايه ديال المسيره ديالي كنت جيت لهوليوود وانا ما عندي حتى درهم في الجيب وحتى واحد ما كان كيعرفني، وكنت شديت وكتبت واحد الشيك ديال 10 مليون دولار وكنت درتو في البسطام ديالي، وكل مره كنت كنجبدو كنت كنشوف داك الشيك. دازو ليام حتى جا واحد النهار اللي خديت فيه الشيك ديال 10 مليون دولار على ود واحد الفيلم. المهم ما عرفتش الصراحه القصه بالضبط وما فيها اللي يقلب عليها، ولكن كانت هذه هي الفكره، وبزاف كيسميوه قانون الجذب الى اخره. ولكن انا بغيت نزيدها مع هذا البارتي من هذا الكتاب، حيت كتبان لي بلي راه اهم حاجه في هذه القصه هي القوه ديال الايحاء الذاتي واللي يقدر يصنع المعجزات. وتفكر من الاحسن تكون البلاصه اللي غدير فيها هذا الايحاء يكون فيها السكات وتكون هادئه، وما فيها باس تزيد معاها شي طقوس بحال تغمض عينك ولا شي حاجه بحال هكا. المبدأ الرابع: المعرفة المتخصصة. هاد البارتي قصيرة وغنساليوها دغيا. اللي خاصك تفهم باختصار هو انه كاينين جوج انواع ديال المعرفات، معرفة عامة ومتخصصة. يعني التخصص وداكشي اللي خاصك دير هو تشوف داك البرودوي اللي باغي تقدمه باش تحقق داك المبلغ اللي باغي، ولا ديك السيرفيس اللي باغي تقدمها وتتخصص فيها. فبلاصه ما تبقى تتبع غير هاد المعرفة اللي عندك دابا، ولا تبقى كل مرة تقرا شي حاجة جديدة، فاش تشوف داكشي اللي باغي دير فيه الفلوس ولا داكشي اللي كتثيق فيه وتخصص فيه.
المبدأ 5. في 1888 في واحد الفارماسيان دخل واحد الطبيب وهضر مع داك خونا اللي فيها. موراها واحد شويه الطبيب خرج ورجع وجاب معاه واحد الغلاي كبير. واو، هذا هو داك الغلاي اللي قلتي. من بعد ما قال مول الفارماسيان هاد الهضره هز داك الغلاي وقلبو مزيان، شافو وهو يجبد من جيبو $500 وشرى داك الغلاي. الطبيب عطى المول الفارماسيان واحد الورقه فيها كيفاش يخدم داك الغلاي، شنو يدير وشنو يزيد فيه باش كلشي يمشي له هذاك. عطاه الوصفه السريه ديال واحد المشروب. ناض الفارماسيان ودار داكشي اللي قال له الطبيب بالضبط. دازو ليام وليام حتى لواحد النهار فين خونا زاد واحد الحاجه اخرى، واحد الحاجه ديالو، وفجاه داك الغلاي ما بقاش كيخرج داك المشروب القديم ولكن ولا كيخرج منه الذهب. هنا فين حياته تبدلات، وماشي غير حياته صافي ولكن بدل العالم كامل. وانت ولا انت اللي كتفرج فيا دابا راك كتعرفو. بغيتي تعرف شكون هو وشنو هو داك المكون السري؟ ابقى معنا فهاد الشابتر غادي نعرفوا هاد المكون. دابا ملي وصلنا للشابتر 6 من هاد الكتاب، الكاتب كيبدا هاد البارتي بالهضره على تاريخ البشريه وكيفاش قدرنا نحققوا شي حوايج اللي كانت في واحد الوقت مستحيله. بدينا من الحياه في الغابات ودابا ها حنا غنوليو عايشين في الميتافيرس اللي هي عالم موازي من الاختراع ديال البشر. كلشي هادشي بدا من الافكار. نابليون هاد كيقول لك الافكار هما البدايه ديال الثروات، والافكار هما نتيجه ديال ليماجيناسيون ديال الخيال. هذه مهمه بزاف وخليها لداخل في دماغك حتى النهار تموت. الايماجيناسيون، التخيل، هو واحد المصنع ديال عقلك. فهاد الايماجيناسيون عقلك كيختار الافكار وبالافكار كدير الفلوس. نعاودها الايماجيناسيون هي اللي غتخليك تختار على الافكار. ديك الفكره اللي باقي ما طاحت حتى على شي واحد راه بالايماجيناسيون غطيحها عليك. ولكن كيفاش غنستافدوا من هذا المبدا؟ كيفاش غنوصلوا لداك النيفو اللي غيكون فيه الخيال قادر يعطيك فكره اللي ما دايراش؟ هادشي اللي غنشوف. دماغنا دوك اللعيبات اللي فيه اللي مسؤولين على التخيل كيقدروا يصنعوا جوج انواع ديال الخيالات. الاول هو ملي كتجمع فيه دوك الافكار القدام، الخطط، لي كونسيبت القدام، باش في الاخر كتخرج بفكره جديده. الخيال الثاني هو الكرياتيف. هذا كيخدم باش تصايب شي حاجه من والو، شي فكره اصليه اللي عمر شي واحد ما فكر فيها، وهذه هي اللي كتسمى الذكاء اللامتناهي. كيخدموه الفنانه، كيخدموها الموسيقيين والمبدعين. دابا تقدر تفكر وتقول الا داك الخيال الاول ما كينفع في والو اش غنستافد منه؟ خلينا بعدا نفهموا باللي راه الكرياتيف ايماجينيشن ماشي سهل، وراه اغلب الوقت غتكون كدير غير داك الاول. ولكن كما قال نابليون مره خاصك تفكر خارج الصندوق. وما تخافش، انا دابا غادي نعطيك واحد الجيد، واحد الطريقه اللي تبعها باش تقدر تطبق هذا المبدا ديال التخيل. نابليون كيقول لنا بلي الخيال فحال شي عضله خاصك تدربو، والطريقه اللي غتدربو بها هي تبدا بالنوع الاول ديال الخيال. حاول تشوف دوك الافكار اللي سبقوك وصدقوا، قرا القصص النجاح، قلب براسك. وكمثال الا بغيتي تكري شي شان في يوتيوب، فبلاصه ما تحاول دير شي حاجه من راسك، شوف شي حاجه اللي ديجا صدقات، شي شان جديده دغيا تشهرات، ودير داك الكونسيبت اللي كانت خدامه به. وهكذا مع المده ونهار على نهار غادي تدرب الايماجينيشن ديالك، وبلا ما تحس غيجي واحد النهار وغطيح عليك شي فكره اللي عمرها ما طاحت على شي واحد، وتما خاصك تامن بديك الفكره وتبدا في داك الايحاء وكاع داكشي اللي هضرنا عليه واللي عاد غنهضروا عليه. وصافي هادشي اللي كاين في هاد البارتي. ولكن بلاتي فين غادي؟ نسيتي ديك القصه ديال قبيله؟ شكون داك خونا اللي قدر يحول الغلاي لروبيني ديال الذهب؟ اخي اختي فين ما كنتي وشنو ما كنتي كدير، فين ما تشوف شي شعار ديال كوكاكولا عارف بلي هاد الامبراطوريه تبنات وانطلقات من هاد المبدا. داك المكون السحري اللي زادو خونا هو التخيل، واللي ما شافوش الطبيب اللي باع له الوصفه. ملي اسا كاندلر طبق هاد المبدا بداو كيطيحوا له الافكار ديال التسويق، فحال يبقى يديرها في برامل اللون ديالهم احمر وكيجبد العين. المهم الا قريت القصه ديال مول شركه كوكاكولا غتعرف باللي داك التسويق اللي داروا كان عبقري، وشحال من طريقه ديال التسويق اللي باقا كتخدم حتى لهاد النهار هو اول واحد خدمها. هادشي كامل بدا بافكار اللي جات من واحد الخيال. المبدأ 7. القرار. المماطلة هو عدو المشترك بين كاع الناس اللي خاص كل واحد يغلبه. المماطلة خاصك تغلبها باش النجاح يبان. الناس اللي لاباس عليهم كيوصلوا كيتخذوا القرارات بالزربة وكيبدلوهم بصعوبة. الناس اللي فاشلين مع الفلوس كيديروا العكس بهادشي، دغيا كيتاثروا بالاراء ديال الناس الاخرين. الصحاب، العائله، واخا ما كيكونوش ناويين ولكن شي بعض المرات كيكونوا سبب في التراجع ديال شحال من واحد على القرارات ديالو من خلال الراي ديالهم.
اللي غالبا كيجي غير هكاك بلا تجربه بلا والو، واللي كتدمر دوك الناس اللي ما كيكونوش تايقين في القرارات ديالهم. رد البال من انك تاثر بالاراء ديال الناس الاخرين، خاص الرغبه ديالك تكون ديالك. الا تاثرتي بالاخرين فراه تما ما كتكونش عندك الرغبه. الا كانت عندك رغبه مشتعله وهدف واحد فغادي تقدر توصل لقرارات في حياتك بالزربه وتوقف عليهم. التردد هو عاده كديفلوبا فيك ملي كتكون في المراهقه وكتبدا تزاد مع مرور السنين. ملي كتاخد شي قرار اللي تكون تايق وخارج من ديك الرغبه القويه ديالك مع واحد الايمان اللي قوي، فموت على ودو، قول للعالم داكشي اللي باغي دير، ولكن في الاول وريه بعدا باش تولي كتلصق في القرارات ديالك. خاصك الشجاعه. الناس اللي كيهضروا بزاف ما كيديروش بزاف. الكاتب كينصحك باش تشد فمك وتفتح ودنك وعينك كتر. ودابا غادي نوضو وغندوز لواحد البارتي مهمه في الكتاب واللي كتهضر على العقل الباطن subconscious mind. ما بغيتش نبقى نخرج في الهضره ونبدا عليك بديك الهضره ديال راه داخل فيك قوه خارقه ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن غادي نعطيك باختصار شنو هو subconscious mind. العقل الباطن ولا العقل اللاواعي هو انت ولا انت. العقل اللاواعي هو اللي كيخلي قلبك يبقى يضرب، هو اللي كيخليك تمشى، هو اللي كيدير كل شيء. وهذا العقل الباطن قادر انه يوصلك لاي بلاصه بغيتي. ودابا هذا العقل الباطن يا اما غادي يخدم في الصالح ديالك ولا غادي يخدم ضدك. وتقدر تتخيلوا في حال شي ارض اللي داكشي اللي زرعتي فيها كيصدق. يعني الا زرعتي الورد غيخرج الورد، والا زرعتي الشوك غيخرج الشوك. الهدف ديالك انت ولا انت كانسان باش تخلي هاد الارض ولا هي عقلك الباطن تعطيك شي حاجه زوينه، فخاصك تعرف اش غتغرس فيها. ودابا اشنو هما البذور اللي خاصك تغرس وشنو ما خاصكش تغرس. بكل بساطه خاصك تغرس المشاعر الايجابيه وتحيد المشاعر السلبيه. بالنسبه للمشاعر الايجابيه هي الرغبه في الفلوس مثلا، الايمان، الحب، الامل، الفرح، الامتنان. مثلا ملي كتمشي وكتصدق شي فلوس، داك الاحساس ديال انك درتي شي حاجه زوينه، هادشي ملي كتبقى تغرسو فيك فالعقل اللاواعي كيبدا حتى هو كيعطيك داكشي اللي باغي. كتبدا تشوف الخير في حياتك وكتشوف فرص زوينه. ولكن الا غديتيه بداك الشيء فحال الحسد، الغيره، الحقد، الكره، الغضب، الغش، هادشي غينعكس على حياتك. هادو كانوا هما اهم المبادئ اللي خاصك تعيش بهم باش تقدر دير الفلوس. ودابا بخلاصه كيفاش تقدر تطبق هاد المبادئ كاملين؟ اولا خاصك تكون عندك رغبه قويه باش تربح، خاصك تكون باغي دير الفلوس، وخاصك تخلي الفقر واحد الحاجه بالنسبه ليك اللي ما يمكنش توقع. ثانيا خاصك في اقرب وقت، يعني مورا ما تسالي هاد الفيديو، خاصك تكتب داك التصريح اللي هضرنا عليه قبيله. ماشي ضروري تكون عارف الخطه، ماشي ضروري تكون عارف كاع التفاصيل، داكشي غيبان من بعد، ولكن خاصك دير شي حاجه. ثالثا خاصك تامن بالفكره ديالك ملي غطيح عليك شي فكره واش غادي تنجح ولا لا. هادشي كينطبق على الايمان ديالك. الا امنتي بالفكره يعني راه غتصدق. رابعا الايحاء ضروري منه، وضروري ما تبقى تقرا داك الستيتمنت اللي درتي كل نهار ملي تفيق وقبل ما تنعس. هذا تخيلني بحال الطبيب ديالك وخرجت لك هاد الدواء. خامسا التخيل، بدا تخيل راسك ملي تحقق هذا الهدف. تخيل الفلوس عندك وتخيل الكونت ديالك في البنك. طبعا ما خاصكش تعيش في احلام اليقظه، غير تخيل، ومره زور النجاح في المخيله ديالك. سادسا حتى حاجه ما فابور، شوف داكشي اللي باغي ديرو مقابل دوك الفلوس وسير قرا عليه. فين ما كاين شي كورس ولا شي كتاب كيهضر على داكشي دوز عليه. سابعا ديما بقى تصدق، ديما دير الخير، وديما بغير الخير للي دايرين بيك، وكون صادق باش تزرع بذور زوينه في عقلك الباطن. ملي غدير هادشي اوتوماتيكمون غادي يبداو يجيوك افكار تقدر دير بهم الفلوس. غيوليو يطيحوا عليك افكار عمرهم طاحوا على شي واحد، وغتولي تشوف طرق اللي غدوز منهم باش دير الفلوس. وفي هاد اللحظه تاخذ القرار وسطم، امن وخلي الرغبه القويه ديالك تحرق من الداخل وتكون هي المازوت ديالك باش تزيد وتبقى غادي في ديك الطريق اللي اختاريتي، وما ترخيش منها حتى تكملها.